عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي ندير واحد كيكه ديال التفاح، كتجي خفيفه وظريفه، ما فيهاش مقادير بزاف، جوج بيضات. كنتمنى انها تعجبكم، تبارطاجيوها مع العائله ديالكم، لي زامي ديالكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يدير ابوني، فعل الجرس باش دائما ان شاء الله يبقى يتوصل بالجديد. وغادي ندوزو ان شاء الله طريقه التحضير والمقادير. نبداو المقادير على بركه الله. عندي هنا جوج بيضات، كاس ديال دانون فاني. هاد الكاس الدانون فاني هو اللي غادي ندير به كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت، معلقه ديال الفاني، غندير 2 معالق ديال الخل، معلقه صغيره ديال الملح، 2 خمارات. بالنسبه للوجه ديال الكيك غادي ندير 2 تفاحات عندي هنا مبشورين، حكيت عليهم شويه ديال الليمون، عندي شويه ديال اللوز، هذا عفوا كاوكاو كونكاسي، وعندي اللوز ايفيلي. بالنسبه اللي ما متوفرش عنده اللوز وكاوكاو ما يستعملهمش، ماشي بالضروره، المهم هو انه يكون عندنا التفاح. غادي نبداو على بركه الله. غادي نخلط البيض ديالي، غادي نطلعو شويه مزيان. نضيف له شويه د الملح، غادي نضيف دانون. قلنا نفس العبار هو اللي غادي نديرو به الزيت وغادي نديرو به السكر. غادي نضيف الزيت، غادي نضيف شويه ديال القشور ديال الحامض الفاني. بالنسبه الدقيق اللي جمع لينا الكيك ديالنا، الدقيق حسب الخليط كيبقى. بغيتو تخدموا بالطرام الكهربائي خدموا به، انا غادي نخدم غير بيدي. غادي نضيف معلقه، 2 معالق صغارين عفوا ديال الخل. الخل في الكيك ضروري حيت كيجيبو صراحه هشاشين، كيرطب لينا الكيك ديالنا. دابا غادي نضيف الدقيق، كنظن كاس، غنزيد شي شويه وصافي. غادي نضيف ديك شويه ديال الدقيق، غنضيف له 2 خمارات. دابا الكيك ديالنا هو هذا هو القوام اللي بغيت، غاديش نضيف له الدقيق. هذا المول اللي غادي نستعمل. بالنسبه لهاد الحشوه اللي غندير من الفوق، غنضيف ليها معلقه ديال المايزينا.
المايزينا واخا كيهبط لينا الحشوه لتحت كتبقى كتجي رطبه، كتحسي بداك التفاح دايب ما كيجيش قاصح. غادي نضيف له شويه ديال السكر. معلقه ديال السكر، غادي نخلطهم مع بعضياتهم. هذه اللي غنديرهم من الوجه. ما غاديش تجينا الكيكه ديالنا عاليه، بغيتو الكيكه تجيكم عاليه غادي ديروا مول يكون صغير من هذا. غادي ندخلوها للفران على نار متوسطه الحراره، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما توجد. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما وجدات. غادي نقسمها معكم ان شاء الله باش تشوفوا كيف غادي تجي. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما كنقطعوها كتجي فازقه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نذوقوا ان شاء الله. شفتوا الرطوبه كيف كتجي ملي كنبركوا عليها؟ كتجي رطبه وهشيشه وديك التفاح كيجيبها فازقه. كنتمنى انكم تجربوها وبالصحه والراحه.